أنمي النهاردة بيتكلم عن حرب اسمها حرب الكأس المقدسة، حرب بيتنافس فيها 7 محاربين، ودول في الأغلب بيكونوا من أقوى 7 عائلات سحرية في العالم، واللي هيكسب الحرب فيهم الكاس هتحقق له أمنية أيا كانت هي إيه. وعلشان نعرف اللي هيحصل بنبدأ قصتنا مع إيميا، واللي بتجيله أخبار عن ولادة طفلهم اللي كان مستنيه، فبيروح إيميا بسرعة يطمن على مراته وبيكون فرحان جدا، لكن سعادته دي ما بتستمرش كتير لأنه بيبقى عارف إن وجود مراته وبنته مؤقت، وفي الأغلب هو نفسه اللي هيتسبب في موتهم، بس لسه مش واضح بالظبط ده هيحصل ازاي. وعلشان نفهم اكتر بنرجع بالزمن 3 سنين للماضي مع بداية ظهور علامات الحرب المقدسة، وده لان الكاس بدأت فعلا تختار المحاربين ال7 اللي هيشتركوا في الحرب. ومن الاشخاص اللي الكاس اختارتهم شخص اسمه كاري، محارب قوي جدا بينتمي للكنيسة. المفاجأة ان كيري ده وعيلته مالهمش علاقة بالسحر اصلا، وده اللي بيخلي محارب تاني اسمه توساكا يستغرب. وبنعرف ان توساكا ده بينتمي لاقوى واقدم عيلة سحرة في العالم، وبنعرف برضو ان في تواصل او تحالف بينه وبين الكنيسة اللي كيري بينتمي لها، واللي بيطلع ان والد كيري هو رئيس الكنيسة، والمفروض ان الكنيسة هي اللي بتنظم قوانين وحرب الكاس بالكامل. المفاجأة بقى ان توساكا بيطلب من كيري انهم يتعاونوا من غير ما حد يعرف. بيتفقوا على خطة طويلة الامد مدتها 3 سنين، وده علشان يتأكدوا مين اللي هيكسب الحرب والكاس هتروح لمين. وبعد 2 سنين وقبل بداية الحرب بنروح لشخص اسمه كاريا، وده بنعرف انه بينتمي لعيلة سحرية اسمها عيلة ماتو، بس حاليا منفصل عنهم لانه ما بيحبش عالم السحر والاحداث اللي بتحصل فيه. وبالصدفة بيقابل مرات توساكا واللي بيطلع انها تقرب له، وبيتصدم كاريا لما بيعرف ان عيلة توساكا اهدوا اصغر اطفالهم لعيلته، بنت صغيرة اسمها ساكورا بيجري فيها دماء السحر، ودي طبعا بيستغلوها علشان تجهز لمعركة الكاس. فبيروح كاريا وهو متعصب لأبوه كبير عيلة ماتو، لكن لما كاريا بيواجهه بالموضوع أبوه بيلومه وبيقول له إن هو السبب لأنه بعد عن عيلتهم وساب السحر، فبالتالي اضطروا إنهم يستخدموا الطفلة دي مكانه بحيث عيلته تشارك في الحرب وتحافظ على حظوظها في الحصول على الكاس. هنا بيعرض عليه كاريا على طول إن هو اللي هيدخل الحرب، وده طبعا هيبقى في مقابل إنهم يرجعوا ساكورا لأهلها. فبيوافق أبوه وبيبدأوا فعلا التدريبات، ولأن فاضل سنة بس على المعركة التدريبات بتبقى أشد قسوة، تدريبات غير آدمية بالمرة، لدرجة إنه بيترمي وسط كائنات شبه الدود ودي بتتغذى على جسمه في مقابل إن قوته السحرية تزيد. كل ده طبعا علشان يجهز كاريا في الوقت المناسب، لكن الغريب إن ساكورا بتشارك برضه في التدريبات، وده بيبقى بحجة إنها تفضل تتدرب لحد ما كاريا يصلح إنه ياخد مكانها، بحيث لو ملحقش إنه ياخد مكانها تكمل هي وتدخل المعركة. في الناحية التانية جوه مدرسة السحرة الكاس بتختار شخص اسمه أرتشيبالد، واللي معروف بعنصريته وتحيزه لسلالات السحرة الكبيرة، وده اللي سبب خلاف بينه وبين واحد من طلابه اسمه ويفر، واللي بينتمي لعيلة سحرية ضعيفة. وبسبب كده ويفر سرق طرد كان المفروض يوصله لأرتشيبالد، وقعد فترة يدرس ويقرأ ويحلل السر ورا الطرد ده وإيه أهميته، وأخيرا بينتهي به الأمر بمعرفة تفاصيل الحرب المقدسة بالكامل. بيعرف إن أرتشيبالد من ضمن ال7 محاربين اللي تم اختيارهم، والطرد اللي وصل له ده فيه أثر مقدس، أثر بيساعد الساحر على استدعاء خادم خاص بيه هيساعده في الحرب. هنا بيقرر ويفر إنه يسرق الأثر بتاع الخادم، لا وكمان قرر إنه يشارك في الحرب بنفسه بحيث يثبت إن سلالات السحرة مش كل حاجة وإن الساحر باجتهاده. وبنرجع لعيلة أنسبيرن اللي إيميا هيحارب باسمهم. المفاجأة إن إيميا بيطلع أصلا مش من ضمن العيلة، بس هم ضموا ليهم من فترة كبيرة جدا، وده لأنه واحد من أمهر قتلة السحرة في العالم، في محاولة يعني من عيلة أنسبيرن إنهم يحافظوا على سمعتهم وكمان يحافظوا على حظوظهم في الفوز بالكاس، وبرضه لأن الجيل ده عيلتهم ما ظهرش فيه ولا ساحر قوي. لكن هنا بنفهم إن إيميا ليه هدف خاص من انضمامه ليهم، بس لسه مش واضح إيه هو الهدف ده بالظبط. في الوقت ده عيلة أنسبيرن بيبقوا لو أخيرا الأثر المقدس المناسب لاستدعاء روح بتستخدم السيف، واللي عبر كل الأجيال بتكون معروفة على إنها أنبل خادم في حرب الكاس. وبنروح لكاريا اللي أخيرا الكاس اختارته، ده بعد شهور من العذاب في غرفة الحشرات والتدريبات اللي دمرت جسمه وشيبت شعره. نفس الشيء بيحصل مع ويفر، وبتختاروا الكاس بطريقة غريبة ومش مفهومة. يمكن الكاس تكون شافت فيه حماسته وإصراره وقررت تخليه يشارك في الحرب. وعلى طول بيبدأ السحرة استعداداتهم للحظة المناسبة لاستدعاء خدمهم، وبمساعدة الآثار المقدسة بيبدأوا كلهم في طقوس الاستدعاء. وفعلا بيحضر الخدم وأولهم رايدر اللي هيكون خادم ويفر، وبيرسيركر خادم كاريا، أما خادم توساكا اسمه أرشر، وده بيبقى واضح على توساكا سعادة رهيبة بحصوله عليه. لا وبيقول كمان إنه خلاص كده كسب الحرب من قبل ما تبدأ. وزي ما عرفنا خادم إيميا هو سايبر، الروح اللي بتستخدم السيف واللي تعتبر أنبل أرواح الخدم على مر العصور.
وبكده نكون شفنا 4 من الخدم ولسه فاضل 3 ما نعرفش عنهم أي حاجة. وبعد ما ويفر استدعى رايدر بنشوف النقاش اللي بيدور ما بينهم. رايدر بيسأل ويفر على أحوال البلاد في العصر ده، وبنكتشف إن رايدر هو الروح الأسطورية لواحد من أعظم أباطرة عصره، وهو الإسكندر المقدوني نفسه، واللي بيكشف عن حلمه الويفر. والحلم ده هو السيطرة على كل البلاد وتحقيق حلمه غير المكتمل لما كان عايش. وده مش غريب عن شخصية الإسكندر اللي معروف بطموحاته وعبقريته في الحروب، بس لأن تعامله مع ويفر مش كويس، ويفر بيكون متضايق لأن هدفه أصلا من الحرب دي كلها إنه يحصل على احترام عائلات السحر الكبيرة ويثبت جدارته وسطهم. وفي لحظة غضب كان هيستخدم تعويذة الختم للسيطرة على رايدر، لكن في آخر لحظة بيمسك نفسه، وده لأن مفيش غير 3 أختام لكل سيد عشان يدي أمر مطلق للخادم بتاعه. وبزوال الأختام دي بيفقد السيد السيطرة على الخادم بتاعه تماما. وفضل ويفر إنه يكلمه بهدوء ويحاول إنه يكسب ثقته، وبيطلب منه إنه يوريه مدى قوته عشان يحطوا خطة مع بعض للفوز. الصدمة إن مدى قوة الإسكندر بيبقى كبير بشكل رهيب. رايدر أول ما بيرفع سيفه للسماء الدنيا بتتقلب غيوم حواليه، وبسرعة بيستدعي البرق وبيضرب الأرض، وبتظهر مكانه عربة بيجرها تيران، واللي بسببها اتشهر باسم رايدر. وبيقول له إن العربة دي هي سلاحه السري وقوته غاشمة وسريعة جدا. وعلى الرغم من الأجواء المشحونة بسبب الحرب اللي بتقرب، إلا إننا بنشوف إيميا بيقضي جزء من وقته مع بنته الصغيرة، وبيستمتعوا بأجواء الشتاء اللطيفة وتساقط الجليد. وتصرفاته دي كانت عكس توقعات خادمه سايبر اللي كانت شايفة شخصيته أبرد من كده، وده بسبب سوء فهم حصل وقت الاستدعاء، لأنه كان فاكرها شاب زي ما كل الأساطير بتقول عن الملك آرثر، بس بيتصدم لما بيشوفها، أو كلنا بنتصدم بمعنى أصح. وبرضه على الرغم من اختلافهم وسوء الفهم اللي حصل، سايبر بتستريح لما بتعرف هدف إيميا من كلام زوجته، وإنه أمنيته وسبب مشاركته في الحرب دي في المقام الأول هي حماية الناس من قوة الصحراء. وده برضه في الأغلب سبب امتهان إيميا مهنة قتل الصحراء. في الناحية التانية من المدينة بتبدأ الأخبار تنتشر عن قاتل مجنون الصحف لقبته بلقب الشيطان، وده لفظاعة جرائمه اللي كانت أغلب ضحاياها من الأطفال والنساء. وبنعرف إن القاتل شاب طبيعي اسمه ريوناسكي، مجرد شاب طبيعي ملوش معرفة كبيرة قوي بالسحر، بس عيلته كانت من العائلات اللي بتعمل طقوس تستدعي بيها الخدم. وهو لقى بالصدفة كتاب فيه الطريقة لاستدعاء خادم أشبه بالشيطان، ولأن الشاب ده مريض نفسي ومهووس بالقتل وطرق المختلفة، فبيقرر يستدعي الخادم ده ويستخدمه. ده على الرغم من عدم معرفته بحرب الكاس المقدسة حتى، هو بس بيبقى عاوز يشوف الخادم الملقب بالشيطان ده عامل ازاي، وإذا كان ممكن يوريه طرق قتل جديدة عشان يستمتع أكتر بهوايته المريضة. وبالفعل بدأ بتنفيذ المكتوب، وبيكون مجهز طفل صغير للتضحية بيه. وبعد ثواني بيظهر قدامه كاستر خادم السحر الأسود، بس على عكس توقعات ريوناسكي، كاستر بيكون مجرد راجل شكله غريب شوية، بس في الآخر بني آدم مش شيطان. ولا كمان بيروح يحرر الطفل اللي ريوناسكي ربطه عشان يتم التضحية بيه، وريوناسكي بيكون خاب ظنه شوية لحد ما بيكتشف إنه بيتشارك معاه نفس النوايا الخبيثة للقتل والتلذذ بيه. وأول ما الطفل بيطلع يجري ويشوف أمل له في النجاة، كاستر بيستخدم قوته الغريبة في قتل الطفل ده عشان يتحول الأمل كله ليأس في ثانية. وعلى طول بيحصل اتفاق ما بين ريوناسكي وخادمه كاستر، واللي بيطلب منه يناديه باللحية الزرقاء. وبنروح لكاري اللي بينجح في استدعاء الخادم بتاعه، وخادمه بيكون الأساسن، ومن اسمه قوته بتكون باينة ومعروفة، وهي إنه خادم بيعيش في الظلام ويراقب أعدائه عشان يغتالهم في لحظات ضعفهم. وده برضه بيكون متناسب مع شخصية كاري الغامضة واللي مش واضح أهدافها الحقيقية قوي. وبظهور أساسن يبقى كده في 6 خدم تم التعرف عليهم، وفاضل واحد أخير بس الغريب بقى ان كاري، وبالرغم من الاتفاق المتبادل ما بينه وبين توساكا، الا انه بيطلب من الخادم بتاعه اساسن انه يخلص على توساكا الليله دي. وبيهجم اساسن فعلا على قصر توساكا، وبالرغم من الافخاخ الكتيره المنتشره، الا ان رشاقه اساسن ساعدته يعديها بكل احترافيه وبراعه لحد ما قرب من الجوهره المتحكمه في الفخاخ عشان يعطلها. بس على طول بيظهر ارشر خادم توساكا، واللي بيتضح انه كان يستحق السعاده اللي توساكا كان فيها لما استدعاه، لان قوته بتكون جبارة لدرجة ان اساسن ما بيكونش قدامه حتى فرصة يقاوم وبيموت في مكانه. وبعد قتل اساسن، توساكا بيشكر ارشر وبيحمسه وبيقول له ان الكاس المقدسة هتبقى من اجمل المقتنيات اللي هيحصل عليها، وده لان ارشر مهووس بجمع الكنوز وبيعتبر اي حاجة قيمة في العالم ملكية خاصة ليه. وبدأت الاخبار بقتل اساسن تنتشر بين الاسياد، واولهم رايدر اللي بيكون مهتم باخبار ارشر اللي وصلت له وقوته الجبارة، وبالذات هوية ارشر الحقيقية وطبيعة الوهم النبيل
السبيل اللي استخدمه عشان يخلص على أساسن. هل هو سلاح خاص ولا قدرة معينة ولا طريقة هجوم آرشر بيقدر يستخدمها؟ وبنروح لكاري بعد ما خسر الخادم بتاعه بيتجه للكنيسة واللي تم إعلانها كمكان محايد يوفر الحماية للسيد اللي يلجأ ليها بعد خسارة الخادم بتاعه. ولكن بمجرد ما دخلها ظهرت نواياه الحقيقية، وإن أساسن ما ماتش ولا حاجة، وإن الخادم ده عنده قدرة خاصة وهي إن فيه نسخ لا نهائية منه. وبنفهم إنهم كانوا قاصدين يخلوا أخبار موت أساسن تنتشر، وده عشان يقلل حذر الأسياد التانية من وجود أساسن ويقدروا يستغلوا ده بعدين. بنروح لسايبر اللي وصلت لليابان أخيرا ومعاها زوجة إيميا اللي انبهرت بالعالم الخارجي اللي بتشوفه لأول مرة. وخلال ده إيميا بيكون بيجهز أسلحته وخططه علشان يكسب الحرب، وواضح كده إنه ذكي جدا، وبسبب ذكائه بيبدأ يشكك في حقيقة موت أساسن، وبعت ناس تخلي عينها على اللي بيحصل حوالين الكنيسة. وفي خلال ما سايبر وإيري بيتمشوا بتحس سايبر بطاقة روح حادة قريبة منهم، كأنه بيعلن وجوده وعايز يتواجه مع سايبر، وبيقرروا يقبلوا عرضه وتوجهوا ليه. وكمان رايدر بيكون شايف اللي بيحصل، وتقريبا كده معظم الأسياد فاكرة إن إيري هي سيدة سايبر، ومحدش أبدا متوقع إن إيميا هو السيد الحقيقي. وأول ما وصلوا بيظهر الخادم لانسر نفسه وأخذ وضعية القتال، وعلى طول طبعا نفس الشيء بالنسبة لسايبر اللي استعدت بدرعها ودعم إيري ليها. بتبدأ المعركة بينهم والاتنين بيعرفوا بعض بأسمائهم الحقيقية، وسايبر بتكون عارفة لانسر وبتقول إنه يعتبر أفضل مستخدم رماح في أيرلندا في عصره، وهو طبعا بيكون عارف أسطورة آرثر وسيفه الشهير، وبيمدح الطرفين بعض. في نفس الوقت إيميا والمساعدة بتاعته مايا بيراقبوا المعركة ومتخفيين بعيد، وأكيد عندهم خطة عشان يكسبوا. وبيلتحم سيف سايبر مع رماح لانسر اللي بيكون بيستخدم واحد في كل إيد، والمعركة بتشتد، وبتحاول سايبر تتابع تحركات الرمحين بتوعه عشان تحمي نفسها. وسيفها الشهير اكسكالبر بيكون عنده قدرة تخليه يختفي، فده بيخلي لانسر مش قادر يحدد المسافة بينهم لأنه مش عارف طول النصل. وتقريبا ما كانش إيميا هو الوحيد اللي بيراقب المعركة، وبيظهر أساسن على مرمى قناصته صدفة. ساعتها بيتأكد من الشكوك اللي كانت عنده بخصوصه، وكمان سيد لانسر بيكون بيراقب الوضع من بعيد، واللي بنعرف إن هو نفسه أرتشيبالد أستاذ ويفر من مدرسة السحر اللي قدر يحصل على أثر تاني غير اللي ويفر سرقه منه عشان يستدعي لانسر. والقلق بيظهر عليه بخصوص مهارات سايبر القتالية العالية، فبيطلب سيد لانسر منه إنه يقاتل بأقصى قوته ويستخدم سلاحه الخاص. وتقريبا كده كل واحد من الخدم بيكون ليه سلاح خاص بيخليه يستخدم أقصى قدرة ليه. ساعتها بيرمي لانسر رمح من رماحه، وده بيخلي الرمح التاني يظهر بقوته الحقيقية وشكله بيكون له قوة جبارة، والتاني بيظهر بشكله الحقيقي رمح أحمر دموي بالكامل. وبالفعل بلمسة من الرمح ده بيشتت الضباب اللي بيغلف السيف بتاع سايبر، وده بيخلي سيف سايبر يظهر بشكل جزئي. ده كمان بالرغم من ان سايبر لابسه درع قوي، الا ان الرمح اخترقه بسهولة وسبب لسايبر إصابة مباشرة. بس الغريب ان الدرع نفسه ما تأثرش، واللي بتتأثر هي سايبر نفسها، زي ما يكون الرمح وصل لسايبر على طول والدرع مش موجود من أساسه. وبسرعة سايبر بتفهم ان رمح لانسر بيلغي السحر ودرعها مصنوع من السحر، فعلى طول اير بتساعد سايبر بقوتها السحرية وبتعالج جروحها. وبتقرر سايبر تكمل القتال، ولكن المرة دي شالت درعها بالكامل لأن حاليا وجوده زي عدمه، وكمان بيقلل من سرعتها. فبيعجب لانسر بشجاعتها، ولكنه بيلمح لها إنها ارتكبت أكبر غلطة. وبقوة اندفاع خيالية انطلقت سايبر ناحية لانسر لشن هجوم قوي، ولكن لانسر المرة دي رفع رمحه الأصفر اللي كان رماه في الأول ووجه لها هجمة في إيدها. المفاجأة بقى إن المرة دي الجرح غير قابل للعلاج مهما حاولت إيري، فبتقرر سايبر تلبس درعها تاني بعد ما أدركت إنها غلطت لما استغنت عنه. وهنا رايدر اللي بيراقب المعركة من بعيد بيقرر انه يتدخل لانه مش عايز اي حد من الخدم يموت قبل ما يواجهه، ويختبر قوته بنفسه كنوع من الاعتزاز والفخر بقوته. وبيقتحم المكان بعجلته الحربية وبيعرف نفسه على طول على انه الاسكندر الاكبر، وبيقترح عليهم انهم يبقوا حلفاء ليه ويغزوا العالم مع بعض. وطبعا الاتنين رفضوا طلبه الغريب. وهنا بيظهر ويفر نفسه، وبرضه بيكشف سيد لانسر عن وجوده اخيرا. ورايدر بيمدح ويفر وبيقول ان المحارب الحقيقي بيبقى متواجد في ارض المعركة، مش متخفي زي أرتشيبالد سيد لانسر. وكمان بينادي على كل الخدم المتخفيين لإظهار وجودهم، وواضح ان حدس رايدر قوي جدا. وبالفعل آرشر كان اول المستجيبين للنداء بتاعه وبيظهر. طبعا غرور آرشر بيخليه يستنكر على رايدر وسايبر تلقيب انفسهم بالملوك في حضرته، لان بالنسبه له هو الوحيد اللي يستحق يكون ملك. وبيقرر انه يخلص عليهم كلهم بقوته الجباره، وبيظهر سلاحه النبيل. بس قبل ما ياخد اي خطوه فعليه بيظهر بيرسيركر الفارس المجنون، وبيكون
عليه لعنة بتخلي الأسياد يعجزوا عن تحديد حجم قوته، وبيبص الأرشر في عينيه زي ما يكون بيتحداه. طبعا شخصية أرشر المغرورة مستحيل تقبل بحاجة زي دي، فبيتضايق جدا وبيقرر يخلص عليه على طول، وبيوجه الأسلحة اللي استدعاها بقوته عليه. لكن سرعة بيرسيركر الرهيبة مكنته إنه يصدهم ببراعة، وبيواصل أرشر فتح بوابات سحرية بيستدعي منها جميع أنواع السيوف اللي بتهجم على بيرسيركر. بس واضح إن بيرسيركر خصم مش سهل أبدا وبيقدر يتفادى الهجمات، وغرور أرشر خلاه يغضب بشكل أكبر وبيستدعي بوابات أكتر، وشكله كده ناوي يخلص على كل الموجودين مرة واحدة. بس ده بيخلي توساكا بيقرر يتدخل وبيفعل تعويذة باستخدام واحد من الأختام الثلاثة اللي معاه، وبيدي أمر لأرشر إنه يرجع له حالا. وطبعا ده لأنه عمال يكشف قوته وأوراقه الرابحة كلها على مرأى ومسمع من كل الخدم والأسياد اللي في المكان. بس كالعادة شخصية أرشر المغرورة بتخليه يتضايق من توساكا لأنه خلاه ينسحب مجبر، بس توساكا بيوعده إنه هيعوضه في المستقبل. وبنرجع لبيرسيركر اللي دخل في نوبة هيجان زي المجنون، بس المرة دي هدفه هو سايبر، وبنعرف إن عنده قوة كبيرة جدا علشان هو على عكس كل الخدم اللي كل واحد عنده سلاحه الخاص. بيرسيركر عنده قدرة تحويل أي حاجة يلمسها لسلاحه الخاص. وطبعا هجوم بيرسيركر ده بيضايق لانسر لأنه قاطع معركتهم، فبيحاول يتصدى له، بس السيد لانسر مدرك إن ده وقت مناسب جدا وبيديه أمر بختم سحري إنه يحارب سايبر مع بيرسيركر ويخلصوا عليها. ولانسر بيكون محارب نبيل ومش قابل اللي بيحصل، بس هو مجبر إنه يتبع أوامر سيده. من بعيد بنشوف إيميا وهو خلاص هيضغط على زناد القناصة وهيخلص على سيد لانسر، بس تدخل رايدر بعربيته الحربية على بيرسيركر بيخليه ينسحب ويهرب، وبالتالي لانسر وسيده بينسحبوا هم كمان عشان مش هيقدر يحارب سايبر ورايدر لوحده. وواضح ان عشوائية رايدر وعدم وضع خطة معينة قبل اختراق ارض المعركة كانت نهايته ممتازة وانقذت سايبر. المفاجأة اننا بنعرف ان كاستر بيراقب المعركة بكاميرا معلقها على خفاش، وبيكون سعيد انه شايف سايبر، وواضح انه كان يعرف سايبر من زمان او على الاقل كان يعرف شخص شبهها. وبعد المعركة وكنوع من تخفيف الضغط ايري وسايبر بيستمتعوا بوقتهم شوية، وايري بتقود السيارة بشكل متهور جدا لحد ما بيظهر ظل غامض على الطريق بشكل مفاجئ فبتضطر تقف، وعلى طول بتحس سايبر بوجود خادم بنوايا شريرة قريبة منهم. ولما بينزلوا بيلاقوا كاستر في وشهم، ولما بيروحوا يواجهوه بيلاقوا كاستر راكع على رجله وبيوجه كلامه لسايبر مخصوص وبيقول انه جاي علشانها هي بالذات. وسايبر بتكون مستغربة لانها ما تعرفوش واول مرة تشوفه، وكاستر ما بيصدقهاش وبيقول لها ان ممكن طقوس الاستدعاء خلتها تفقد جزء من ذاكرتها. ما بتهتمش سايبر بكلامه وبتطلع سيفها وبتوجه له ضربة تحذيرية بتخليه ينسحب، فبتتضايق بس بيفضل يناديها باسم جان دارك، وده اسم الشخص اللي هو فاكر انها سايبر. وكالعادة اساسن بيراقب الوضع من بعيد وبيتتبع كاستر بعد ما بيمشي، اللي الغضب بيكون باين عليه، وبيقول لسيده ريونسكي انهم لازم يزودوا عدد القتلى والضحايا بتوعهم الفترة الجاية. وعلى الناحية التانية بنشوف سيد لانسر وهو بيوبخه لانه كان رافض يهجم على سايبر مع بيرسيركر، وبيقول له ان غبائه ده كلفه ختم من ال3 أختام السحرية بدري في مشوار حرب الكاس المقدسة. وبنعرف ان ارتشيبالد نوعا ما بيغش ومعدل في العقد بتاعه مع لانسر ومخلي مراته طرف في العقد عشان تمد لانسر هي كمان بقوتها السحرية، وبكده يبقى في 2 بيزودوه بقوة سحرية، وده هيخليه اقوى من الطبيعي. وفي خلال ما هم بيتكلموا جهاز انذار الحريق بيشتغل، وعلى طول ارتشيبالد بيقول ان ده اكيد هجوم من سايبر وسيدها، لان طول ما لانسر عايش الجرح اللي سببه ليها في ايدها بالرمح الاصفر هيفضل موجود، وبالتالي سايبر مش هتقدر تستخدم غير دراع واحد، واكيد هم عايزين يخلصوا من اللعنة دي في اسرع وقت. بس ارتشيبالد بيبتسم وبيقول ان المبنى ده بالكامل يعتبر قلعته المفخخة وهو جاهز لاي هجوم. لكن على طول بعد ما بيتم اخلاء المدنيين من المبنى، ايميا بيفجر المكان بالكامل، ومساعدته مايا بتراقب المكان وبتقول ان مفيش اي تحركات حصلت داخل المبنى من ارتشيبالد، وده بيكون غريب، بس بيقاطع كلامها كيري اللي بيظهر بشكل مفاجئ وبيفضل يهجم عليها بالسكاكين بتاعته، وبيكون واضح انه قوي جدا لدرجة انها ما بيبقاش قدامها فرصة قصاده، فبتقرر انها تهرب بقنابل دخانية بمساعدة ايميا. في الوقت ده بيظهر اساسن علشان يبلغ سيده انهم حددوا مكان كاستر، واللي قام بعمليات اختطاف موسعة الفترة دي اغلبها من الاطفال، والمشكلة انه مش بيخفي وجوده ولا اثاره وبيضرب بكل قوانين الصحراء عرض الحائط. خادم متمرد وسيد مجنون زيه لازم يقف عند حده ويتم استبعاده، وبيبلغوا انه تم اصدار قرار من الكنيسة بالاتحاد مع بقية الخدم للاطاحة بكاستر. بنروح لقاضي الكنيسة والمسؤول عن تنظيم حرب الكاس المقدسة اللي بيطلب من كل الاسياد ايقاف الحرب مؤقتا لحد ما يقتلوا كاستر، وعرض تعويذة سيطرة اضافية كجائزة للسيد اللي هينجح في قتله. وبعد قتل كاستر هيكملوا معارك الكاس مرة تانية، وعلى قد ما الموضوع يبدو مبشر لان حيازة تعويذة اضافية هي ميزة جبارة لصاحبها، الا
إلا إن الخطة بالنسبة للكنيسة هي استخدام الخدم التانيين في إنهاء كاستر، والضربة القاضية تكون من نصيب آرشر، لأن زي ما احنا عارفين الكنيسة عايزة توساكا هو اللي يفوز في الآخر. بس في الناحية التانية بدأ إيميا وإيري في وضع خطة المواجهة ضد كاستر، لأن إيميا مدرك أهمية إنهم يحصلوا على أفضلية حيازة ختم سيطرة زيادة، وبرغم إصابة دراع سايبر إلا إنها كانت مصممة على مواجهة كاستر. وفي أثناء كلامهم كاستر هو اللي بياخد الخطوة الأولى في الحرب، وبيظهر ناحيتهم ومعاه مجموعة من الأطفال وبيهددهم بإنه هيقتلهم، وبتدي إيري أوامر لسايبر بالهجوم عليه، وبالفعل توجهت لإنقاذ الأطفال بسرعة. بس كاستر بيستغل طيبة سايبر وبيخدعها وبيستخدم تعويذة سحرية قوية، وبيستدعي أذرع أخطبوط اللي بتقيد حركة سايبر مرة واحدة وبتلف حواليها. بس لحسن الحظ بتنجح سايبر في تحرير نفسها وتقطيع المجسات دي، ولكن المشكلة الأكبر إنه واضح إن مفيش نهاية لطاقة كاستر، وبيفضل يستخدم تعويذة ورا التانية. وبتشك سايبر إن الكتاب اللي معاه هو سلاح الوهم النبيل الخاص بيه، وأكيد هو اللي بيمده بكل الطاقة اللي بيحتاجها. ولما بتحتدم المعركة بيظهر لانسر لدعم سايبر، وبيقول إنه مش هيسمح لحد يهزم سايبر لأنها مصابة بسبب معركتها معاه ومش قادرة تستخدم كل قوتها، وده بيدل على شجاعة لانسر ونبله في المعركة. بس للأسف ده على عكس سيده، واللي بيسيب المعركة شغالة وبيستغل إنه كله مشغول، وبيقرر يقتحم بيت عيلة إيميا وإيري، وده عشان يمكن يحالف الحظ ويخلص على سيد سايبر، وبكده يبقى ضرب عصفورين بحجر. وبيوصل أرشيبالد فعلا لمكان إقامة إيميا، وبرغم إن المكان كان معزز بالفخاخ إلا إنه قدر يتجاوزها بقدراته السحرية. وعلى طول إيميا بيقول لإيري ومايا يهربوا من المكان ويسيبوه هو يتعامل معاه. بس بيكون واضح ان أرشيبالد ساحر عنده خبرة عالية وبيكون متفوق على إيميا، لكن إيميا بيستخدم سحر رهيب بيتحكم في الوقت حرفيا وبيخلي الزمن يمر ببطء على خصمه. وواضح انه ما اكتسبش لقب قاتل السحرة على الفاضي، لانه بيستخدم مسدس عنده قوة رهيبة وبيقدر يصيب أرشيبالد بيه، بس بتيجي في كتفه. وبعد ما إيري ومايا بيهربوا من القلعة ويسيبوا إيميا يتصرف هو مع أرشيبالد، لسوء حظهم بيتقابلوا مع كيري اللي بيكون متجه للقلعة هو كمان. فبتقرر إيري ومايا إنهم يحموا إيميا، لأنه أكيد مش هيقدر يتعامل مع الاتنين في نفس الوقت، وما بيسمحوش لكيري إنه يتجاوزهم وبيحاولوا يمنعوه من الوصول لإيميا. وكيري بيخوض قتال ضد إيري ومايا، وبيكون واضح فرق الخبرة وكمان المهارة الشاسعة بين كيري ومايا، وما بتاخدش في إيده ثواني وبيقدر يتغلب عليها بسهولة. وبيبتدي يركز ناحية إيري، بس بيتضح إنها مش خصم بنفس سهولة مايا، وبتستخدم تعويذة سحرية على خيوط بتخليها تاخد شكل طائر، واللي بيقدر إنه يربط كيري في شجرة باستخدام الخيوط السحرية دي. وإيري غرضها مش إنها تهزم كيري لأنها عارفة إنها مش ند ليه، هي بس عايزة تأخره شوية لحد ما إيميا يخلص مع أرشيبالد، وبعد كده يقدر يتعامل هو مع كيري. بس قوة كيري بتفاجئهم للمرة التانية، وحتى من غير سحر بيقدر يحرر نفسه بقوته الجسدية بس. وعند سايبر آريا بتتوصل هي ولانسر لخطة عشان يهزموا كاستر، وهي عبارة عن ضربة قوية جدا من سايبر هتستخدم فيها كل طاقتها السحرية وهتدمر كل الوحوش اللي كاستر مستدعيها. وفي نفس الوقت لانسر يهجم عليها ويقدر يوقع منه كتاب السحر بتاعه، وفعلا الأمور بتمشي بالظبط زي ما خطته، وبيقدروا يجبروا كاستر إنه يتراجع ويهرب. وعند إيميا بنعرف إن المسدس اللي استخدمه على أرشيبالد خاص وله 66 طلقة مصنوع حرفيا من عظام إيميا نفسه، واللي لما بيصيبوا ساحر بيخلوا الدوائر السحرية بتاعته تنهار ويفقد سيطرته على سحره. وخلاص أرشيبالد بيكون على بعد رصاصة واحدة وإيميا يخلص عليه، بس بيجي لانسر يشيله ويهرب. وفي الغابة كيري بيكون قادر يوصل لإيري وبيكون ناوي يخلص عليها، بس بيكون متعجب من شجاعتها ورغبتها في القتال، وده اعتقادا منه إنها مجرد وعاء سحري وظيفته الحماية. بس كانت صدمته الشديدة لما ضربها بسيوفه واكتشف إنها بشرية عادية وتصرفاتها كلها نابعة من رغبة داخلية عندها مش تنفيذا لأوامر حد، لكنه اضطر إنه يتراجع لأن أساسا حذره من اقتراب سايبر. وبمجرد وصولها بتقدر تعالج جروح إيري، وده بفضل آفالون غمد السيف الأسطوري إكسكاليبار اللي بيمنح حامله قدرة على الشفاء لما الخادم يكون قريب. وبعدها عالجت إيري مايا بقدراتها العلاجية، وبكده عيلة إيميا بتقدر تنجو من الجولة الأولى في المعركة دي. بيستيقظ أرشيبالد من نومه وبيلاقي نفسه مقيد على سرير المرض، واللي بتعالج جراحه زوجته سولا، وبتوصله الأخبار السيئة إن كل دوائره السحرية خرجت عن السيطرة واتدمرت تماما، وده بعد طلقات إيميا، وإنه بالكاد عايش، لكن عايش أكبر كوابيسه لأنه مش هيقدر يستخدم السحر مصدر فخره مرة ثانية، وده معناه هزيمته في حرب الكاس وخروجه منها. بس زوجته بتطمنه وبتقوله إن في حل، وهو إن أمنية الكاس تكون هي استرجاع قوته السحرية، بس الطريقة الوحيدة لعدم خروجهم من المنافسة هي نقل عقد السيطرة على لانسر ليها.
وبالطريقة دي هتخوض الحرب بداله وتحاول تكسب الكاس ليه، وطلبت منه يديها تعويذات السيطرة بتاعته عشان تبقى سيدة لانسر. ولكن أرشيبالد بيكون شاكك إن لانسر هيغير ولاءه ليها حتى لو معاها التعويذات. وهنا بتظهر حقيقة سولا المخفية، وبدأت تهدد بإنها تاخدها منه حتى ولو بالقوة، وبتكسر صباعه وبتقول له إنه لو ما اداهاش أختام السيطرة هتقطع إيده كلها وتاخدها. وعلى الناحية التانية بتواصل إيري علاجها المايا، وبتطلب سايبر منها إنها تكلم إيميا بخصوص مطاردة كاستر، وده علشان يتجنبوا أي خسائر في الأرواح تانية ممكن كاستر يسببها في المستقبل. ورغم محاولاتها في إقناعه إلا إنه رفض يعرضهم للخطر وبيمنعهم من الخروج. وبيقرر إيميا إنه الأفضل يكمل اللي هو بدأه ويخلص على أرشيبالد عشان جرح سايبر يتعافى وتقدر تستخدم إيديها الاتنين مرة ثانية. بس اللي هو ما يعرفوش بقى إنه تنازل عن تعويذاته لسولا. وبالرغم من ده إلا إن لانسر رافض إنه يخضع ليها، وبيقول إن ولاؤه كله لسيده اللي استدعاه. بس آخر ما سولا بتزهق منه بتقول له إن سيده بيموت وسحره بينهار، والحل الوحيد إنه يخضع ليها ويكسبوا الكاس المقدسة عشان يقدروا يعالجوه. فبيضطر لانسر إنه يصدقها، وفعلا بيقرر يسمع أوامرها. وأخيرا رايدر قرر أخيرا ينضم لمهمة القضاء على كاستر، وبيجمع عينات من مناطق مختلفة بتدل على وجود كاستر. وبسبب معرفته بالكيمياء بيحلل العينات دي وبيستنتج إنه فيها آثار سحر قوية في مياه النهر، وده معناه إنه مخبأ كاستر أكيد قريب من المكان اللي أخذ منه العينات دي. وعلى طول بيتحمس رايدر إنه يروح للمكان اللي هو حدده ويواجه كاستر. بس ويفر بيكون متحفظ شوية لأن ده معناها إنهم هيهجموا عليه في أرضه، وده هيديله أفضلية كبيرة. وبعد الوصول لمقر كاستر بيلاقوا مجزرة أطفال ودماء في كل حتة، بس مفيش وقت إنهم يتأثروا باللي بيحصل. وده لأن أساسن بيظهر بشخصياته المتعددة وبيهجم على رايدر، وزي ما ظهر بسرعة بيختفي بسرعة لما بيدرك إنه مش هيقدر يخلص عليه. بعدها بيتجه رايدر لأقرب مخرج وبيدمر المكان كله قبل ما يمشي. وكيري بينقل أخبار رايدر وكاستر لتوساكا اللي بيكون واضح عليه القلق من قوة رايدر وحاسس إنه هيكون خصم صعب. ومع اقتراب حرب الكاس لمدينة فيوكي اللي عايش فيها توساكا وعيلته، خلاص المكان ما بقاش أمان لتواجد رين ووالدتها، وكان لازم يسيبوها بشكل مؤقت لحين انتهاء الحرب. والموضوع أثار غضب رين لأنها كانت حابة تساعده في حرب الكاس، وده بيخليها تفتح كتب سحرية خطيرة ما كانش المفروض تيجي ناحيتها من مكتبة والدها، لحد ما فتحت كتاب غريب بدأ يكلمها ويظهر منه أذرع عاوزة تسحبها جواه. فبتصرخ بقى على صوتها، وأخيرا بيجي أبوها ينقذها ونبه عليها إن قراية كتاب زي ده صعب جدا عليها في الوقت الحالي، وبيمنحها بوصلة الطاقة اللي بتقيس مقدار طاقة الأشياء، ونبه عليها لما تقيس تواجد طاقة كبيرة تبعد عن مصدرها فورا. في نفس الوقت بيكون اختفاء الأطفال في المدينة بيستمر، وده بسبب كاستر طبعا اللي بيخطفهم عشان يموتهم في طقوسه الغريبة. وللأسف واحدة من الأطفال اللي اختفت بتكون كوتوني صديقة رين، والناس بيعتبروها ماتت لأنها مختفية بقالها فترة. ولكن بدون الجثمان رين ما اقتنعتش وبدأت رحلة البحث عنها، وبيكون معاها البوصلة السحرية اللي والدها اداها ليها في رقبتها. وهنا بيظهر ليها ريونسكي سيد كاستر اللي بيكون لابس صور غريب بيشع طاقة، وبيكون معاه طفل فبتحس بمصدر طاقة كبير حواليها، ولأنها شاكة فيه بتفضل تراقبه وبتلاقيه قدر يستدرك طفل تاني، وبكده شكوكها بتتأكد وبتعرف إن هو اللي بيخطف الأطفال. فبتفضل ماشية وراه لحد ما بتوصل لمكان المقر بتاعهم، وساعتها انفجرت البوصلة بشكل مرعب جدا، دليل على إن الطاقة اللي موجودة عالية. بس رين بتقدر تستجمع قوتها وتتشجع إنها تخش، وبتتفاجئ بمنظر الأطفال المرعب واللي بيكونوا مترمين في كل حتة، ومن ضمنهم صاحبتها كوتوني اللي بيكون مغمى عليها. ساعتها رين بتتأكد إن ريونسكي بيسيطر على الأطفال وبيستدرجهم للمقر من خلال السوار السحري اللي هو لابسه، وبتقرر إنها تسبب حالة فوضى في المكان عشان تنقذ صاحبتها، وبتهجم على ريونسكي ومسكت السوار بإيديها وكان هيسيطر عليها. بس رين بتطلق كم طاقة سحرية كبيرة بيخلي السوار ينفجر، وبمجرد ما ده حصل فقد سيطرته على الأطفال كلها مرة واحدة. وبتوصل الشرطة عشان تسيطر على الوضع أخيرا، ورين بتكون قدرت تهرب من المكان بالفعل. بس لسوء حظها بتظهر مجسات كاستر السحرية قدامها، لكن كاريا كان موجود وأنقذها قبل ما تحصل أي حاجة، وبيرجعها لوالدتها بعد ما بيوعدها إنه هيكسب حرب الكاس وهيرجع أختها ليا. وبيروح رايدر لقصر إيميا مع ويفر وبيدعو سايبر للشرب والنقاش معاه، وبيتوافق سايبر وبيقاطع كلامهم عن الكاس المقدسة ظهور أرشر اللي بيقرر يشاركهم في النقاش لأنه شايف إنهم هما الاتنين بس اللي يعتبروا خصوم حقيقيين ليه. والإسكندر بيحاول يحل موضوع حرب الكاس بشكل ودي وإنهم ينضموا ليه في جيشه، وبيوعدهم إن أمنيته هيكون إنهم يتجسدوا بشكل نهائي في العالم ده، وبعد كده كل واحد منهم يقدر يعمل اللي هو عاوزه، وبكده كله يكون كسبان. بس أرشر وشخصيته المتعالية كالعادة بيقول إن
الكاس المقدسة بالنسبة له عبارة عن كنز. هو مش مهتم بالأمنية اللي هتحققها له، بس من منطقه فأي كنز في العالم المفروض بينتمي ليه. أما سايبر بترفض هي كمان لأنها مش مهتمة إنها تتجسد في العالم من تاني أساسا. وبالرغم من اختلاف وجهات نظرهم إلا إنهم مش بيتقاتلوا، وبيتفقوا إن من المرة الجاية اللي هيتقابلوا فيها هيكونوا أعداء مش أصدقاء. وبيقاطع كلامهم ظهور أساسن بنسخه الكتير من حواليهم، وبيحاول رايدر يفهموا إن دي مش ساحة حرب وهم جايين يتكلموا، بس أساسا بيرمي سكينة على رايدر معلن الحرب. ساعتها رايدر بيقرر يعمل عرض لقوته قدام أقوى شخصيتين موجودين في الحرب عشان يبين لهم إنه مرشح للفوز زيهم، وبيستخدم سلاحه السري، وبيتضح إنه وهمه النبيل قوته جبارة، وبيقدر ينقلهم كلهم لبعد تاني موجود في جيشه اللي كان بيقوده في حياته بالكامل. وبعد ما حمس جنوده بيركب حصانه وبيدي الأمر بالهجوم على أساسن، وبيقدر يدمر كل نسخة. والمرة دي فعلا أساسن بيتهزم وبيختفي للأبد. فبيبعت كيري تقريره لتوساكا عن اللي حصل مع رايدر، وتقييمه لوهمه النبيل انه قوي جدا وصعب تصنيفه زي بوابة بابل وهم آرشر. وتوساكا بيشكره وبيقول له ان كده مهمته انتهت، وهم بالفعل جمعوا كل المعلومات اللي محتاجينها، وهيبدأوا المرحلة التانية وهي إبادة الخدم بقوة آرشر. وبيستكمل إيميا تخطيطاته في الظلام بعد ما وصلته أخبار القتال مع أساسن وبقية الخدم، ولفت انتباهه الوهم النبيل الخاص برايدر، وبيتساءل هل هو فعلا قضى على كل الأساسنز ولا لا. ولكن على الجانب الآخر كيري حس براحة بعد ما أتم مهمته وتخلص من تعويذات السيطرة اللي رجعت تاني للكاس المقدسة عشان تعيد اختيار سيد مختلف ليها، بما ان الحرب لسه ما انتهتش. ولكن اختيارات الكاس محدودة، ولذلك أوقات بتميل لإعادة اختيار سيد سابق وترجع له السيطرة مرة تانية. وبناء على الكلام ده آرشر توقع ان كيري ممكن ترجع له التعويذ مرة تانية، ولكن كيري استنكر الأمر، وشكل آرشر بيميل لشخصية كيري حتى أكتر من سيده، وبيخطط لحاجة في المستقبل. وعند سايبر وإيري بيقرروا يغيروا مكان إقامتهم بناء على أوامر إيميا، لأن مقرهم القديم اتكشف، وبيكون باين إن إيري منهكة تماما، وبنفهم إنها عبارة عن وعاء سحري إيميا بيستنفذ طاقته خلال الحرب، ولأنها بتكون واقفة بالعافية بتطلب مساعدة من سايبر في رسم دايرة سحرية هتسترجع من خلالها جزء من طاقتها. وعند كيري بيتكلم هو وآرشر اللي بيحلل شخصية كيري، وبيقول له بالرغم من إنه مبين إنه مش مهتم بحرب الكاس وإنه بيساعد توساكا بس، إلا إن تصرفاته بتقول عكس كده، لأنه لا إراديا كان بيراقب كاريا والخادم بتاعه زي ما يكون منجذب ليهم وقوتهم وعاوز يحاربهم عشان يختبرهم بنفسه. بس كيري بينكر كل ده زي ما يكون مش عايز يتقبل إنه عنده جزء مظلم زي كده في شخصيته، بس بسبب خبرة آرشر بيكون شايفه بكل وضوح، وده سبب اهتمامه بكاريا أكتر من سيده. المفاجأة بقى إن آرشر كلامه كله بيكون صح، والكاس بتختار كيري تاني، والكاس عمرها ما بتختار محارب إلا لما بتكون متأكدة إنه له هدف عايز يوصل له. فبيقول كيري إنه المرة دي هيحارب باسمه مش باسم حد، وإنه لو كسب الكاس أمنيته هتكون إنه يعرف هدفه في الحياة. بنروح لريوناسكي وكاستر اللي بيتصدموا لما بيرجعوا المقر بتاعهم وبيلاقوه متدمر، وطبعا رايدر هو اللي مدمره. ويفر ورايدر بيقضوا مع بعض وقت أكتر وبيفهموا بعض بشكل أفضل، وده هيساعدهم في التواصل في الحروب الجاية. واسكندر بيعترف لويفر انه يستحق يكون سيده، ومره واحده في وسط كلامه بيحس رايدر بخطر قريب منهم في النهر، وبالفعل بيظهر كاستر وبيبتدي في تلاوه تعاويذه من كتابه الغريب في نفس الوقت اللي بتوصل فيه سايبر، وبيطلع من قاع النهر كائن ضخم جسمه كله عباره عن المجسات اللي بيتحكم فيها كاستر، وبتلع كاستر جواه وبيعلن الحرب متجاهل كل الناس اللي هيكونوا شايفين اللي بيحصل. وبيوصل لانسر وبيتفق رايدر ولانسر وسايبر انهم يتحالفوا لحد ما يخلصوا على كاستر، ولازم ده يتم بسرعة حسب كلام إيري، لأنه هيبدأ بالتهام الناس ومصدر طاقته هتبقى لا نهائية لأنه بيتغذى على طاقة الناس، ولكن الصعوبة هتبقى إن إصابته شبه مستحيلة وهو جوه الكائن الضخم ده، ولازم يستدرجوه بأي شكل للخروج عشان يضربوا لانسر برمحه اللي بيلغي السحر ويخلص عليه. وعلى طول بتبتدي الحرب ما بينهم، وبيستدعي رايدر العربية بتاعته اللي بيطير بيها عشان يهجم عليه، وسايبر بقوتها السحرية بتقطع النهر بخطوات سلسة وبتوصل لكاستر عشان تبتدي تواجهه. بيخرج الموضوع عن السيطرة وأثار الهجوم قلق الكنيسة، فبيتجه كيري لمساعدة توساكا وآرشر اللي ما بيكونش عاوز يهاجم كاستر لأنه شايفه أقل من مستواه.
بس بعد ما توساكا بيتوسل له وبيقول له إن حصولهم على الختم الزيادة مهم لفوزهم بالكاس، بيقتنع شوية وبيهجم على كاستر بهجوم قوي. بس على الرغم من قوة الهجوم إلا إن جسم الوحش اللي كاستر بيتحكم فيه بيتجدد تاني وكأن مفيش حاجة حصلت. ساعتها كبرياء آرشر بيتجرح وبيحاول يداري على الموضوع وبيقول إنه مش عاوز يكمل القتال ده، لكن توساكا بيفضل يترجاه إنه يستخدم أقوى أسلحته السيف المتفجر، وده اللي أغضب آرشر جدا لأنه أغلى كنوزه ولازم استخدامه يكون في معركة ومكان يرقى لده. ساعتها توساكا بيكون على وشك انه يستخدم تعويذة سيطرة على آرشر، لكنه اتحكم في غضبه لانه هيدمر علاقة الود بينهم، وكأن مشكلة كاستر مش كفاية وبيظهر بيرسيركر وبيسيطر على واحدة من الطائرات المرسلة من الجيش عشان تدمر الوحش اللي استدعاه كاستر، وبيتجه ناحية آرشر وبدأت المعركة الجوية بينهم. اما توساكا قرر انه يترك امر كاستر على جنب ويواجه كاريا سيد بيرسيركر، واول ما وصل له بدأ كاريا في اتهامه بالإهمال ناحية بنته ساكورا والتخلي عنها لعائلة ماتو. ومبررات توساكا زادت الطين بلة لأنه تحجج إن كل أسرار السحر بيورثها ابن واحد والتاني بيترمي، وكانت فرصة ساكورا الوحيدة للسطوع إنها تبقى تابعة لعائلة تانية تقدر تستفيد من قدراتها لأقصى حد، حتى لو انتهى الأمر بمواجهة الأختين لبعض في المستقبل، إلا إنه حد منهم هيخرج منتصر وبكده يبقى حقق هدفه باستمرار نسله السحر اللي بيجري في دمائهم. وكاريا ما بيقدرش يتمالك أعصابه بعد اللي سمعوا منه وبيجمع الحشرات حواليه ووجههم ناحية توساكا وأمرهم بالهجوم عليه. وفي النهر ريوناسكي بدأ حماسه يزيد بسبب الفوضى والقتل اللي كاستر مسببه، لكن إيميا بيقاطع تخيلاته المريضة دي وبيديله طلقة بالقناصة بتاعته وبيخلص عليه لحد ما أطلق إيميا طلقة أخيرة عشان تستقر في جبهته وتنهي حياته المريضة للأبد. وبالتالي كاستر ابتدى يضعف وكان هيموت لأن مفيش سيد بيغذيه بالطاقة السحرية. بس في الثواني الأخيرة لكاستر بيقرر يتجه ناحية الضفة بتاعة النهر ويلتهم كل الناس اللي موجودة هناك، وبكده هيبقى كان مستقل بذاته وعنده طاقة تخليه يفضل عايش حتى بعد موت ريوناسكي. ومفيش طريقة انه يموت غير بضربة قاضية تدمره في ثانية قبل ما يلحق يتجدد تاني. والفريق بيحاول يلاقي خطة، ولكن ايا كانت الخطة لازم يعرقله كاستر شوية لان تقدمه ناحية الضفة سريع، واقترح رايدر انه يسحبه جوه وهمه النبيل، وبرغم انه بجنوده مش هيقدر يهزمه الا انه على الاقل هيأخره شوية، في خلاله يقدر لانسر وسايبر يحطوا خطة يقضوا بيها عليه. وساب ويفر في العالم الواقعي علشان يقدر يبقى حلقة وصل بينه وبينهم، وبالفعل نجح انه ينقله الوهم النبيل. وعند كاريا بتستمر المعركة ما بينه وبين توساكا، بس بتبقى معركة من طرف واحد لانه توساكا بيكون اقوى بكتير جدا، وبمجرد ما اطلق تعويذة عليه اتحرق كاريا في لحظتها ووقع من المبنى. في نفس الوقت ده بتوصل مكالمة من إيميا لويفر بيطلب منه فيها انه يبلغ رايدر بتحرير كاستر في المكان اللي هيحدده ليه، وطلب منه كمان انه يبلغ لانسر برسالة وهي ان وهم سايبر اللي بيطلق قوة مدمرة ما بتعرفش تستخدمه الا بايدها اللي مصابة بلعنة رمحه وما بقتش تعرف تستخدمها. وساعتها ما ترددش لانسر لحظة انه يكسر رمحه وينهي لعنته. ولأول مرة اظهرت سايبر وهمها النبيل سيف ذهبي في قوة سحرية جبارة، بس الغريب ان منظره بيجذب بيرسيركر اللي بيتجاهل معركته مع آرشر وبيروح يهجم عليها. وبنشوف كيري وصل لمكان كاريا عشان يخلص عليه ويكمل شغل توساكا، وقبل ما يغرس سيوفه في كاريا اتردد للحظة وتراجع عن قراره، وبدل ما ينهي حياته قرر يستخدم سحر المعالجة المتخصص فيه ولسه ما نعرفش هو عاوز ايه بالظبط. وبيروح إيميا في وسط النهر علشان يقف في المكان المناسب لإطلاق الإشارة لرايدر، وظهر رسول رايدر من داخل الوهم النبيل وبلغه ويفر بالخطة، ولكن الوهم وصل لحدوده وبسبب عرقلة بيرسيركر لسايبر مش قادرة تجهز لهجومها، وتطوع لانسر للهجوم على بيرسيركر وبإصابة من رمحه المضاد للسحر أسقط الطائرة بتاعته. وبيشارك آرشر بهجوم نهائي لإسقاط بيرسيركر، وبيطلق إيميا الإشارة وظهر كاستر مكانه زي الخطة بالظبط، وأخذت سايبر موضعها وطلعت سيفها الذهبي وبتنطق باسمه لأول مرة إكسكاليبر، وبتطلق طاقة مهولة بتقدر فعلا تقضي على كاستر للأبد. ومع مساهمة لانسر في قتل كاستر طالب أرشيبالد بمكافئته من الكنيسة واستعاد تعويذة سيطرة إضافية غير اللي اداهم لسولا مراته. وقبل ما يخرج من الكنيسة قتل الكاهن المشرف على الحرب.
علشان يمنعه من إنه يمنح أي تعويذات إضافية لبقية الأسياد. وفي الناحية التانية أثناء احتفال سولا بالانتصار على كاستر وتفكيرها إنها تستعيد التعويذة الأخيرة ويبقى اتصالها بلانسر كامل، بغتتها مايا مساعدة إيميا وقطعت دراعها حاملة التعويذ، وبالتالي ما بقتش قادرة تستدعي لانسر لحمايتها ونجحت في خطفها، وقبل ما تبعد عن المكان دمرت إيديها اللي فيها التعويذ كلها. بسبب ده أرشيبالد بيقول للانسر إنه مهمل وعاجز عن حماية سولا، وبيكون أرشيبالد متعصب جدا، بس بيقطع كلامهم إحساس لانسر بتواجد خادم قريب في المكان، والخادم ده كان سايبر، وأول سؤال كان على باله لو تعرف مكان سولا، ولكن إجابتها كانت بالنفي. واستغلوا هما الاتنين الوقت اللي أغلب الخدم فيه بيستريحوا بعد معركة كاستر، وبيكون ده الوقت المناسب لحسم معركتهم بدون تدخل من الآخرين. والتحم السيف بالرمح، ولكن لانسر لاحظ ضعف هجماتها واستنتج إنها مش بتستخدم إيدها اليسرى احتراما لمعركتهم السابقة، وعلى عكس نوبل سايبر إلا إن سيدها إيميا ما عندوش أي ميثاق أخلاقي، الغاية تبرر الوسيلة بالنسبة له. وبيباغت أرشيبالد من الخلف وهدده بإنه هيقتل سولا إلا إذا وقع على عقد بقوانين سحرية غير قابل للكسر وملزم للطرفين. إيميا بيتعهد إنه مش هيقتله ولا زوجته، في المقابل إنه يتخلى عن الحرب وفخر عائلته، وتحت الضغط أرشيبالد بيوافق. الصدمة بقى إن لانسر بيوجه رمحه لصدره وبيموت نفسه، وبيتضح إن ده شرط العقد اللي إيميا عمله مع أرشيبالد، وأجبره إنه يستخدم التعويذة اللي معاه في إجبار خادمه على الانتحار. وبكده بيختفي لانسر من أرض المعركة، بس لسه الحرب ما خلصتش، ومايا بتكون مستنية وبتخلص على أرشيبالد ومراته، وده طبعا التفاف على العقد لأن إيميا مش كده هو اللي قتلهم بنفسه. وسايبر بتكون متضايقة جدا من إيميا وشايفاه شر مطلق، بس هي ما قدامهاش حاجة تقدر تعملها لأنه سيدها في الأول والآخر. وإيميا بيقول إن دي الطريقة الوحيدة، لأن لو السيد فضل عايش الكاس ممكن تختاره تاني يشارك في الحرب بخادم جديد، فالأفضل التخلص من الخادم والسيد في نفس الوقت. بنروح لكيري اللي بيتصدم لما بيرجع للكنيسة يلاقي أبوه ميت، وبينقل الخبر لتوساكا اللي بيوعده إنه هيلاقي اللي قتله ويخليه يندم أشد الندم. ما يعرفش أساسا إن إيميا خلص على أرشيبالد خلاص. وعلى الناحية التانية إيري استعادت جزء بسيط من طاقتها لما قعدت في الدائرة السحرية اللي عملتها قبل كده، ووصلت مايا برسالة من توساكا محتواها إنه حابب يكون تحالف معاهم ضد باقي المنافسين، وده في اعتقادهم لأنهم الأضعف في وجهة نظره، وفي نفس الوقت ما يقدروش يرفضوا طلبه لأنه بيتحكم في كيري من وراء الكواليس، يعني هيكونوا في موقف وحش لو رفضوا طلبه. وبتحذرهم سايبر إنهم ياخدوا بالهم كويس من الشخص ده لأنه الوحيد اللي ممكن يهزم إيميا، وعلشان يتجنبوا أذاه لازم يقبلوا الهدنة للأسف. وقبل النقاش في شروط الهدنة زار توساكا بنته وعهد ليها بمهمة إدارة العائلة والقتال في الكاس المقدسة القادمة، واداها كتاب وودعها، وانطلق لمقابلة سايبر وإيري، وبدأ بالتعريف عن كيري وإنه تلميذه سيد بدون خادم وحاليا هو بيعمل لصالحه. وإيري وضعت شروطها إنها تكون هدنة مؤقتة للقضاء على بقية المنافسين، بعدها هيصفوا الأمور بينهم وهيتشاركوا المعلومات عن رايدر وسيده. والشرط الأهم علشان تضمن سلامة إيميا وهي إن كيري يخرج من الحرب نهائيا، وبالفعل بيوافق توساكا على الشروط دي. وبعد الانتهاء من تجهيز شروط الاتفاق اتجهت سايبر وإيري ومايا لعربيتهم، وبمجرد ما ركبت إيري العربية بدأ جسمها بالانهيار ومالت على مايا وعرفتها إن أيامها المتبقية قليلة، وبالكاد غمد إكسكاليبر زود المدة بالطاقة الشفائية اللي فيه، لكن طاقتها بدأت بالتلاشي وعهدت إليها بمسؤولية إيميا وتحقيق حلمه. وفقا للاتفاق توساكا وجه أمر الكيري بالانسحاب من الحرب، ولكن وسوسة آرشر ليه وتشجيعه على المشاركة في الحرب لأنها قدره بتقدر تسيطر على دماغه، وبالذات إنه بقى مستمتع بالحرب وعاوز يكسب الكاس، وبيقرر إنه يستمر في الحرب لصالح نفسه، بالأخص بعد الهدية اللي سابها له أبوه، وهي عبارة عن تعويذ السيطرة اللي الكنيسة كانت بتملكها نقلها له قبل ما يموت. بس هو عارف ان ده معناه انه هيبقى عدو لتوساكا وبالتالي عدو الارشر، فبيروح يتكلم مع ارشر عشان يقلبه على توساكا، وبيعرفه هو ليه ما بيستخدمش تعويذ الامر المطلق عليه ده، لانه عاوز يستخدمها عليه بعد ما يكسب الحرب عشان يخليه يموت نفسه، لانه هيكون عاوز امنية الكاس لنفسه ومش هيشاركها معاه. وبيقدروا هما الاتنين يوصلوا لاتفاق معين، وشكل ارشر كده ناوي يخون توساكا. وبيروح كيري يقابل توساكا واللي بيطلب منه انه بعد انتهاء الحرب يساعده في تدريب بنت رين علشان تكون وريثة العائلة والمتسابقة القادمة في حرب الكاس.
وعهد إليه بخنجر من تراث العائلة بيمثل نهاية التدريب وإتقان سحرهم. وبمجرد ما توساكا بيخلص كلامه وبيكون هيخرج من الأوضة، بيخلص عليه كيري بضربة من الخنجر اللي توساكا اداهوله، وبكده بيقدر ينقل عقد آرشر ويكون هو سيده الجديد. بنروح لإيميا اللي بيزور إيري وهي في أدنى مستويات الطاقة ليها، وبترجع له آفالون غمد سيف إكسكاليبر لأنه هو اللي هيواصل القتال من دلوقتي وهيحتاج قدراته العلاجية، وبتطلب منه يحمي بنتهم إيليا بكل اللي يقدر عليه، وهو بيودعها وبيسيبها ويمشي بعد ما بيأمر مايا تفضل معاها عشان تحميها، وبيقول إنه هيروح يخلص على توساكا لأن بعد ما كيري ساب الحرب توساكا بقى هدف سهل. ما يعرفش إن كيري رجع للحرب لمصلحته الشخصية وكمان خلص على توساكا أساسا. في الناحية التانية استغل ويفر الفترة دي إنه يرتاح تماما، ما بيعملش حاجة غير إنه يرتاح وياكل، وبرضه تبقى فرصة لرايدر إنه يستعيد طاقته بعد معركته العنيفة مع كاستر، وده بسبب إنه مش بيستخدم الطاقة اللي المفروض ويفر يمده بيها، بل بيستخدم الطاقة اللي بيخزنها في جسمه، وده خوفا منه على جسد ويفر من الأذى، عشان وهم رايدر النبيل بيستنفذ كم طاقة سحرية رهيب، وحتى أمهر السحرة ممكن يتأذوا بسببه. فقرر إنه لحد ما يتأكد من إن الكاس المقدسة موجودة فعلا مش هيستخدم طاقة ويفر علشان ما يبقاش عرضه للخطر للحصول على حاجة غير حقيقية. في نفس الوقت بيدور صراع داخلي بين كاريا وبيرسيركر وسلامة جسمه على المحك، لأن سحر عيلتهم الغريب استنزف جسمه وبيكون خلاص هيموت. وهنا اتدخل أبوه للمرة الأخيرة ومنحه أول دودة تغذت على طاقة ساكورا لمدة سنة كاملة، مصدر طاقة كبير بيساعده على الاستمرار في القتال لفترة أطول، وبالفعل التأمت جراحه بفضلها. في نفس الوقت إيميا بيقتحم قصر توساكا وبيتفاجئ بسهولة اقتحامه للمكان على غير المتوقع، بس المفاجأة الأكبر بقى إنه بيلاقي دم مغرق أرضية المكان، واستنتج إن توساكا اتقتل بس الجثة مش موجودة. وفي أثناء ما مايا بتحمي إيري بتحصل حادثة غير متوقعة، وبيهجم رايدر على مكان مايا وإيري وبيخطف إيري وبيصيب مايا إصابة مميتة، بس بتلحق تتصل على إيميا قبل ما تموت وتبلغه باللي حصل بسرعة، وعلى طول إيميا بيستخدم واحدة من تعاويذ السيطرة عشان ينقل سايبر لمكانهم بسرعة، بس بتلاقي رايدر ساب المكان أساسا فبتقرر تطارده بالموتوسيكل بتاعها. ولما بيوصل إيميا للمكان بيلاقي مايا بتاخد أنفاسها الأخيرة خلاص، وبتستمر المطاردة ما بين سايبر، وأول ما غاب عن نظرها بدأت تتبع طاقته عشان تحدد مكانه، وبالفعل وصلت له وانبهر رايدر بسرعتها، وبيقرر يحسم الأمر بينهم بسباق سرعة. ولما وصلت سايبر لأقصى سرعة ليها استخدمت سحرها علشان تغير من شكل الموتوسيكل بتاعها وتخليها أسرع كمان، وكان الرد سريع من رايدر باستخدام العنف وتدمير الأرض والحوائط علشان يعرقلها، ولكن مهارة سايبر في الفروسية خلتها تتحرك بسهولة ولحد ما وصلت له، وأخيرا بيواجهوا بعض. بس الغريب إنه ما بيكونش عارف هي بتهاجمه ليه، وكمان سايبر بتعرف إن إيري مش معاه. ساعتها بيستنتج إيميا إن عيلة ماتو هي المسؤولة ورا اختطاف إيري، وبدأ بتهديد أحد أفرادهم علشان يعرف منه مكان إيري أو كاريا، واللي بيعرفه معلومة خطيرة، وهي إن كاريا اتحرك من المكان مع مشرف الكنيسة الحالي اللي هو كيري، واللي من الواضح إنه توصل لاتفاق مع كاريا واستغل قدرة بيرسيركر في التحول علشان يتنكر في شكل رايدر ويخطف إيري. ولكن الموضوع كلف كاريا تعويذتين سيطرة، بس بما إن كيري هو المسؤول عن الحرب حاليا فبيرجعهم ليه تاني بكل سهولة. وبيتضح ان كيري كان متفق مع كاريا انه هيسلمه توساكا في مقابل ان هو كمان يسلمه إيري. وعند سايبر ورايدر بتستمر المعركة ما بينهم، وبتضطر سايبر لاستخدامها وهمها النبيل عشان تحسم المعركة لنفسها، بس بيقدر يهرب منه، لكن في المقابل للأسف بيخسر عربيته السحرية للأبد. ولأن الاتنين استهلكوا كم كبير من الطاقة بيقرروا ينسحبوا ويكتفوا بالتعادل. وجه الميعاد اللي اتفق عليه كاريا انه هيستلم توساكا من كيري في الكنيسة، بس بمجرد ما بيخش بيلاقي توساكا مقتول ومش موجود غير جثته. في نفس الوقت بتخش زوجة توساكا للمكان علشان تكتمل خطة كيري، وبكده يكون أقنعها إن كاريا هو اللي قتله، وبيدوب بخناق ما بينهم. ولأن كاريا ما بقاش مسيطر على نفسه بعد كل تجارب أبوه عليه، ما بيفوقش إلا وزوجة توساكا بإيديه، وبيكون خلاص هيموتها بس بيسيبها في آخر لحظة. وبنروح لويفر بعد ما وصل بيت جده، أو بمعنى أصح الشخص اللي هو عامل عليه تعويذة هو ومراته ومخليهم مفكرين إنه حفيدهم، بس بيتضح إن الشخص ده كشف سره وعرف إنه مش حفيده. وويفر بيعتذر له وبيقول له إنه هيسيبهم ويمشي حالا، لكن الشخص ده بيقول له إنه مبسوط بوجوده لأنه أنقذه هو وزوجته من الوحدة، وبيأذن له إنه يقعد في بيتهم، وبيقول له أيا كان اللي بيواجهه في الحفاظ على حياته أهم. وبعد 40 ساعة من الشغل والتخطيط لاسترجاع إيري
إيميا بدأ يبان عليه التعب، ولكنه بيواصل التخطيط لوحده. ورجعت سايبر بعد ليلة بحث طويلة عن إيري، بس مفيش فايدة، وده لأن كيري مخبيها في آخر مكان ممكن يخطر على بالهم، وهو المخبأ القديم اللي كان كاستر وريوناسكي بيستخدموه في جرايمهم. وبيبدأ باستجواب إيري عشان يفهم شخصية إيميا أكتر، لكن إيري بتقوله إنه مستحيل شخص زيه يقدر يفهم شخصية إيميا، وبتفضل تستفزه لحد ما هجم عليها وخنقها، وبيسألها هو إيه أمنية إيميا من الكاس، وبترضي فضوله لأول مرة وبتقوله إنه هيتمنى انتهاء الحروب من العالم للأبد. لكن كيري كان شايف إن الصراع جزء من البشرية، وإن أمنية إيميا مجرد أمنية طفولية مش ممكن تتحقق. ولما بيحس كيري إنه عرف اللي هو عاوزه من إيري بيخنقها وبيخلص عليها بدون أي رحمة. وتقريبا الليلة كانت طويلة على كل الخدم، ليلة ما فيهاش نوم. حتى رايدر المعروف بحبه للنوم والأكل بيكون صاحي، على عكس سيده ويفر اللي بيصحى مرة واحدة وهو عنده شعور قوي إن الليلة دي هتكون آخر ليلة في الحرب المقدسة. وبالفعل في وسط كلامهم بتنطلق إشارة سحرية مشفرة في السماء بيفهمها ويفر، واللي بتكون عبارة عن إعلان تحدي واضح وصريح لكل الخدم من أرشر. وعلى طول رايدر بيقرر يقبل التحدي وبيركب حصانه وبيروح في اتجاه الإشارات. ساعتها ويفر بيعمل أغرب حاجة، وهي إنه بيرفع إيده وبيدي 3 أوامر باستخدام ال3 تعاويذ المطلقة اللي معاه. والأوامر دي هي: حارب لحد ما تكسب، اكسب الكاس المقدسة، وأخيرا حقق حلمك وتجسد في العالم الحقيقي مرة تانية. ومع استخدامه لل3 تعاويذ بتوعه بكده ما بيبقاش له سيادة على رايدر. بس على الرغم من ده رايدر بيقول له إنه اعترف بيه كصديق وشريكه في الحرب من زمان، مش مجرد سيد ليه، وهيفضل يتبعه حتى من غير تعاويذ السيطرة، وهيقاتلوا مع بعض للنهاية. بتتوجه سايبر وإيميا لنفس المكان، ومن بعيد بيراقب المكان كيري وأرشر. والمرة دي أرشر مستعد إنه يستخدم كامل قوته بدون تراجع، لدرجة إنه بيقول لكيري إنه ما يقدرش يضمن سلامة الكاس لما يتم استدعائها. وبيضحك أرشر لما عرف إن كيري قتل إيري، اللي بنفهم من كلامهم إن موتها كان ضروري لظهور الكاس لأنها تعتبر وعاء للكاس المقدسة. وأخيرا رايدر بيوصل لمكان أرشر وبيقرروا يحسموا المعركة ما بينهم. ساعتها رايدر على طول بيستدعي كامل جيوشه من خلال وهمه النبيل عشان تبتدي المعركة بينهم. وفي نفس الوقت بتكون سايبر اصطدمت ببيرسيركر وبتدور معركة ما بينهم هم كمان. الغريب ان قوة بيرسيركر قوية جدا وبيقدر يوقف سيف سايبر بايديه، بس سيف سايبر بيكون مختفي، وهي بتدرك انه مستحيل حد يكون عارف طول نصلها الا لو كان شخص يعرفها شخصيا في حياتها. بالفعل بتطلب من بيرسيركر انه يكشف هويته بصفتها ملكة بريطانيا، وبتتصدم لما بتشوف وشه لانه مش بس يعرفها، ده كان واحد من اقرب الاشخاص ليها، وهو السير لانسلوت، اول فارس ينضم للطاولة المستديرة وقت حكمها. واستعجبت لثواني عن السبب اللي يخلي فارس نبيل زيه ينزل بمستواه ويتحول لفارس مجنون ما بيهموش حاجة غير انه يخرب وينشر الفوضى. بس من جواها بتكون عارفة انها هي السبب، لانها كانت ضعيفة وما قدرتش تقود شعبها بالشكل المناسب. واكيد بعد موتها المملكة اتدمرت، ولانسلوت ضل طريقه، واتجاهه للطريق ده اللي خلاه يفقد عقله، وعشان كده بتقرر تنهي مأساته وبتموته بعد ما بيكون باين على وشها الندم. وعند رايدر جيشه بيقرب من أرشر، وأخيرا بيقرر أرشر يكشف عن ورقته الرابحة وأقوى أسلحته، سيف آيا مدمر العوالم، واللي بيقدر يقضي على أي وهم نبيل مهما كانت قوته. وأول ما بيستخدمه وفي ثواني قليلة جيش رايدر ووهمه النبيل بيختفي في ثانية. وعلى الرغم إن رايدر بيكون أدرك فرق القوة ما بينهم وإنه ما قدامهوش فرصة ضد أرشر، إلا إنه بيرفض يموت موتة إلا عظمة عن حياته، وبيودع صديقه ويفر وبيندفع ناحية أرشر اللي على طول بيفتح بوابات بابل السحرية وبيطلق كم كبير من السيوف والرماح على رايدر. وبالرغم من كل الإصابات دي إلا إن مفيش حاجة بتوقف رايدر عن التقدم إلا سلاسل عملاقة استدعاها أرشر من بوابته السحرية، واللي بتكتف رايدر على بعد سنتيمترات قليلة قبل ما يوصل لرقبة أرشر ويخلص عليه. وهنا أرشر بيقرر يطعنه بنفسه ويخلص عليه كاعتراف بقوة رايدر وإنه ملك حقيقي. وأرشر بيقول له لو تم استدعائهم تاني في المستقبل لحرب الكاس هيكون سعيد بمواجهته مرة تانية. وبيروح أرشر لويفر وبيمدحه على شجاعته هو كمان، وإنه كان موجود في أرض المعركة رغم ضعفه، وبيقرر ما يخلصش عليه احتراما لرايدر وبيسيبه وبيمشي. واخيرا بيتقابل إيميا وكيري، وعلى طول إيميا بيطلع مسدس قاتل الصحراء الخاص بيه وبيضرب بيه كيري معلن الحرب ما بينهم. لكن على غير المتوقع صدها كيري من غير أي تدمير لدوائره السحرية وبيهجم على إيميا، اللي بالكاد بينجح في تفادي ركلة كيري باستخدام تقنية إبطاء الزمن، وبيستمر في إطلاق الرصاص على كيري لكنه صدها بسرعة ومهارة. وبيستنتج إيميا إن كيري بيستخدم تعاويذ السيطرة كمصدر خارجي للسحر، وبكده قدر يتجنب آثارها المدمرة. لكن ده معناه حاجة واحدة بس، إنه لو أصابه مباشرة وعن مسافة قريبة هتكون نهايته.
بس كيري مش أقل ذكاء من إيميا، وقدر يعرف خدعة تبطيء الزمن بتاعت إيميا وبيجهز نفسه عشان يتعامل معاه بشكل مناسب، وبالفعل وجه لكمة مباشرة لصدر إيميا اللي من شدته طيرته لحد ما خبط في الحيطة اللي وراه، وبيقع إيميا على الأرض بس ما بيستسلمش، وبيضرب كيري بالرصاص وبيستخدم تقنية تبطيء الزمن عشان يدي لنفسه فرصة يلقم المسدس بتاعه بالرصاص الخاص مرة تانية، في خلال ما كيري بيكون مشغول بصد الرصاص اللي ضربه عليه. ولحسن حظ إيميا بيقدر إنه يصيب كيري إصابة بالغة في إيديها تخليه مش عارف يستخدمها لبقية المعركة، وبيقرر كيري إنه يتجه لراس إيميا ويخلص عليه في أسرع وقت، فبيضطر إيميا يستخدم تبطيء الوقت ل3 أضعاف عشان يواكب سرعة كيري، بالرغم من إن حاجة زي دي بتستهلك كم طاقة سحرية رهيب. بس على غير المتوقع كيري بيكون وحش متحرك حرفيا، ومهارته القتالية جبارة وبيقدر يواكب إبطاء الوقت الثلاثي ده. ساعتها بيقرر إيميا إنه يستخدم إبطاء وقت رباعي، وده ضار جدا بجسمه لدرجة إنه ممكن يموته، بس عشان يدي نفسه فرصة بمجاراة سرعة كيري. لكن بتحصل حاجة غير متوقعة، وهي إن الكاس بتنقل إيميا لبعد غريب كأنه داخل الكاس نفسها، وهناك بتظهر له إرادة الكاس متجسدة في شكل إيري زوجته. وطبعا إيميا بيكون عارف إن كل ده وهم، بس إرادة الكاس بتقوله إنها اختارته هو عشان تحقق أمنيته. ساعتها بيطلب منها تحقق السلام الأبدي للعالم وإنهاء السحر من العالم، بس إرادة الكاس بتحطه تحت اختبار قبل ما تحقق له أمنيته، وبتودي له وهم تاني بيتم فيه تخييره بين إنقاذ سفينتين، واحدة عليها 300 والتانية 200. والرد البديهي من إيميا بيكون إنه ينقذ ال300، بس الكاس بتسأله طب لو اتحط في موقف خلى ال200 راكب يجبروه يصلح سفينتهم، فبيقول لها إنه ساعتها هيخلص عليهم بنفسه. الغريب بقى ان الكاس بعد ما سابته ينقذ ال300 بتدخله في نفس الاختبار مرة تانية، وبتقسم ال300 لسفينتين، واحدة عليها 200 وواحدة عليها 100، وطبعا إيميا بيختار ال200. بس الكاس بتضحك وبتقوله انه في الاخر انقذ 200 واحد وموت 300 برضه، فبيكون قصدها ان السلام اللي هو فاكره هيحصل بأمنيته، وإنهاء السحر في العالم ممكن يؤدي لحروب اكتر. فبيفهم إيميا ساعتها ان الكاس قوتها مش مطلقة زي ما هو كان فاكر، وان في حدود وشروط لحجم الأمنيات اللي بتقدر تحققها. وبيرجع إيميا للواقع وبيلاقي كيري هناك مستنيه، اللي بيفضل يترجاه عشان يخليه يقابل الكاس زي ما هو قابلها عشان يفهم نفسه وهو عايز ايه. بس إيميا ما بيهتمش بيه، والرد عليه بيكون رصاصة في نص دماغه بتخلص عليه. وبتوصل سايبر أخيرا لمكان الكاس، بس أرشر بيكون مستنيها هناك وبيعرض عليها تكون زوجته وتتخلى عن حلم حصولها على الكاس، بس العرض ده أقرب للأمر بسبب فرق القوة الكبير اللي ما بينهم، وحتى ما بيستناش ردها وبيفتح بواباته السحرية وبيطلق عليها كم رهيب من أسلحته. بس ساعتها بيظهر إيميا وبيستخدم تعويذة سيطرة على سايبر، وبيأمرها تستخدم وهمها النبيل في تدمير الكاس، لأنه بقى شايف إن الكاس دي مش هتسبب غير الخراب للعالم. وبالفعل سايبر بتنجح في تدمير الكاس، بس بيحصل اللي ما كانش إيميا متوقعه. بتفتح بوابة غريبة في السماء بينزل منها سائل دموي بيدمر كل حاجة في المدينة، وبتحصل مجزرة في المكان زي ما تكون الكاس أعلنت حربها على البشر. وبيحاول إيميا ينقذ أي حد لأنه حاسس بالذنب وإنه هو سبب في كل اللي بيحصل. بس الأغرب بقى إن كيري بينجو كأن الكاس حولته لكائن غير بشري ملهوش نبض. وخالد في وسط كل الفوضى بيقدر إيميا ينقذ طفل واحد، وسعادته بتكون كبيرة لأنه قدر ينقذ حتى لو روح واحدة. وبعد استقرار الأوضاع عرض ويفر على جده وجدته المزيفين إنه يعيش معاهم لفترة، وطبعا بيوافقوا لأنهم بقوا معتبرينه حفيده فعلا. الغريب بقى إن كيري بيروح يحضر جنازة توساكا وبيقول لرين إنها بقت وريثة العيلة ولازم تجهز نفسها لحرب الكاس الجاية، وبيديها الخنجر بتاع أبوها اللي خلص عليه بيه. وبرغم إن أمها عايشة إلا إنها تقريبا كده فقدت عقلها وكمان ما بقتش بتقدر تمشي. وتم حرمان إيميا من إنه يشوف بنته مرة تانية بأمر من كبار عيلة أنسبيرن، لكنه كان مركز على بداية حياته الجديدة مع شيرو الطفل اللي أنقذه وسط الخراب. على الرغم من استسلام إيميا وكبر سنه على تحقيق حلمه وإنه يقدر يحقق سلام دايم للعالم، إلا إن إرادته دي بتنتقل للطفل شيرو اللي إيميا تقريبا كده بيجهزه عشان يشارك في حرب الكاس الجاية. وبكده بيكون خلص الموسم ده من حرب الكاس المقدسة بانتهاء حرب الجيل الأول، ومع تسليم إرادتهم للجيل الجديد عشان يحسم الأمور اللي الجيل القديم ما قدرش يحسمها. فلو حابين إننا نكمل حكاية الحرب مع الجيل الجديد ما تنسوش تدعمونا بلايك وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. كده بيخلص الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. كل سنة وانتم طيبين وسلام.